والله يا تركي، شوف، موقف الاتحاد الفلسطيني هو موقف مخجل وموقف مؤسف الحقيقة للأسف. يعني بجد، يعني للأسف، يعني هو اللي صعب الموقف ما كان يحتاج هذه المزايدة من الاتحاد الفلسطيني. يعني المسألة هي ليست مسألة طلب إنه أنا لإراحة لاعبيني أو لاستغلال موقف للاتحاد الفلسطيني حتى أنت تزايد معي في هذا الجانب وتطلب وتتشرط وتؤخر يعني وتأخذ يعني أشبه بجلسات متكررة حتى ومخاطبات ومكالمات حتى أنك أنت توافق على هذا الموقف. الموقف موقف سيادي وموقف سياسي سلبي على الكرة على المملكة العربية السعودية، وليس موقف رياضي. والمفروض لمعطيات كثيرة، وليس من باب المنة ولا باب، ما قد احتجر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في شيء حتى هو يعني يخش في هذه التعقيدات الكروية، ولا عمر السعودية بشكل عام سواء السياسي أو السيادي أو الشعبي أو شيء تخلى عن أبسط المواقف الفلسطينية، فما بالك على الصعيد الكروي. فعندما يحضر هذا الموقف من الاتحاد الفلسطيني، ما بوصفه بوصف معين، لكن أنا أوصفه موقف انتهازي من الآخر. هذا موقف انتهازي من الاتحاد الفلسطيني. المفروض الاتحاد الفلسطيني إحراج الكرة السعودية بالذات مع الاتحاد السعودي لكرة إحراج. طبعا إن أنا لما يعني أجي أتكلم أنا كسعودي لا أتكلم على. أنت تعتقد أن الموضوع فقط للاستهلاك الإعلامي والمزايدة وإحراج الكرة السعودية؟ ممكن يكون حتى لو كان للاستهلاك الإعلامي. أنا ليش تدخلني أنا كالمملكة العربية السعودية وأنت عارف أن موقفي أنا من هذا من طلب نقل المباراة، وليس لسبب معين أنت السبب فيه، لكن لسبب أنت لا تملك حتى حله، لا تملك أنت حله، لكن في حل بديل وليس يعني ينقص من حقوق المنتخب الفلسطيني في اللعب على أرضه. في اختيار آخر لا يقلل من حظوظه ولا شيء. أنا ليش تدخلني في مزايدات؟ متى عمر، خلينا نتكلم على الصعيد الكروي الرياضي، الاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع الاتحادات الرياضية في المملكة العربية السعودية متى زايدت على حاجة لو رأس إصبع للفلسطيني في الجانب الرياضي؟ في كل مواقفها مواقف إيجابية، وأول من يبادر وأول من يتقدم وأول من يتحمل التبعات، مع احترامي للاتحاد الفلسطيني وما يقوم فيه رئيس الاتحاد الفلسطيني الآن من إحراج وضغوط وطريقة مماطلة حتى لو كانت على مقابل استهلاك إعلامي. المفروض يكون في مبادرة إيجابية. أنا لما أجي تحتاجني سنوات طويلة، ومن سعى إلى تأسيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأمير فيصل بن فهد، كل هذه السنوات السعودية مواقفها إيجابية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تحديدا. اليوم أنا أجي في أبسط موقف، وهو اللي بسبب موقف سيادي للمملكة العربية السعودية ترفض فيه التطبيع مع إسرائيل، وأن يختم جوازات أي مواطن سعودي بختم إسرائيل. فكيف اليوم تحرج الكرة السعودية أو تحرج الجهة السعودية أو الجهة السيادية حتى للمملكة العربية السعودية بهذا الموقف من جانب الاتحاد الفلسطيني، مع احترامي سواء الموقف الاتحاد الفلسطيني أو حتى الموقف القيادي في دولة فلسطين. صراحة يعني موقف مخجل ومؤسف من الاتحاد الفلسطيني.